لوحة برنس اوف بيس هي لوحة للفنان المصري مخلص كميل، هو فناناً معاصراً، رسمت بالألوان الزيتية. اللوحة تتحدث عن السلام، مقاسها 95 في 80 سنتيمتر، عرضت لأول مرة في معرض فنون في مصر بالزمالك عام 2022 ميلادية. حازت اللوحة على إعجاب كبير من الجمهور والإعلام والفنانين. استغرقت هذه اللوحة 3 أشهر في رسمها، لأنها تحتوي على العديد من الرموز الدينية وأيضاً الدقة العالية في هذه اللوحة. كان من المفترض أن يتم عرضها أيضاً في معرض كلية الفنون جامعة القاهرة في أبريل عام 2024 ميلادية، ولكن تم تأجيل العرض لظروف غامضة، حيث اعتذر الفنان عن تواجده في هذه الفترة، ومن المحتمل أن يتم عرضها في الفترة المقبلة. Prince of Peace هي لوحة تتحدث عن السلام، رسمت بدقة عالية جداً، أبرز فيها الرسام مهارته التي جعلت النقاد يتشككون في رسم اللوحة. قال البعض إن اللوحة تشبه إلى حد كبير لوحة الفنان دافنشي، لوحة مخلص العالم، حيث إن أحد الفنانين والنقاد وصفوا الرسام بأنه دافنشي المصري. ولكن المنمنمات والفاسيليتي اللي جوه اللوحة قد كده بيكشف عن فنان ايده ولمسته واضحة، وكما لو انه يعني اقترب الى حد بعيد من الفوتوغرافيا. اللوحة مليئة باحساس الحب ومفعمة بحالة دينية. الملابس في طياتها وفي انكساراتها شيء بديع بديع بديع. يعني ربنا يبارك فيك ويبارك في بلدنا، احنا عندنا اكتر من ليوناردو دافنشي. تحدثت اللوحة عن مفهوم السلام، ووضع فيها الرسام رموزاً تتعلق باللاهوت المسيحي والجوهر المسيحي، حتى اجتاز عدم الوقوع في الأخطاء الدينية. ومن أخطرها والتي كان من الممكن أن تتسبب للرسام في نقد وجدل هي عدم وجود هالة فوق رأس المسيح، وهذا يعني أن الرسام يتحدث عن المسيح المتجسد كرسالة سلام، وليس عن جوهر المسيح الإلهي. وهذا ما جعل الجميع بين طبقات الجمهور يحب هذا العمل، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين. حيث تتجسد اللوحة السيد المسيح وهو يجلس في وضعية توحي بالراحة النفسية، ومن المعروف أن الراحة النفسية تأتي من السلام الداخلي. تتجسد اللوحة السيد المسيح دون وجود هالة فوق رأسه، وهنا يقصد بها المسيح المتجسد، وفي يده اليمنى يمسك بعصا من النحاس المزخرف. ومعروف أن النحاس غير قابل للصدأ ولا للتآكل، وهنا يقصد أن الله يدين العالم بقوة غير قابلة للتآكل ولا للصدأ، فالصدأ يرمز للفساد، ودينونة الله لا ترى فسادا. ومن ناحية الزخرفة المنقوشة على العصا فترمز للنزاهة، الله يدين العالم بنزاهة دون غش. أما من ناحية وضعية اليد على العصا نرى السيد المسيح يغلق 3 أصابع فقط على العصا ويرفع الآخر، وهنا يقصد أن الله وحده هو الذي يدين العالم، ف3 الأصابع ترمز للآب والابن والروح القدس، والإصبع المرفوع يشكل 3 في واحد، الله الواحد الأب والابن والروح القدس، إله واحد
وهنا نعود لوضعية المسيح بلا هالة، وهو الذي يدين. هنا تأكيد أن المسيح هو الله. ومن ناحية أعلى العصا وأسفلها، في أعلى العصا نرى رمز الحمامة تحمل كرة زجاجية بها ميزان، وهنا يقصد أن السلام والعدل والشفافية، فالحمامة ترمز للسلام والميزان يرمز للعدل، والكرة الشفافة البيضاء ترمز للحساب دون غش. نرى العدل فوق السلام، وهنا يقصد إذا كان هناك محبة وسلام فحتما هناك عدل، وهذا هو الشعار الذي يتحلى به السيد المسيح في اللوحة. وأسفل العصا التي تدين العالم هي نفسها التي تعطي الخير. في نهاية العصا نرى سنبلة قمح، والقمح يرمز للخير. ومن ناحية الخلفية السوداء فهذه ترمز للظلام. ونرى هنا أن جسم السيد المسيح متساوي الإضاءة، وهنا يرمز الرسام إلى أنه ليس هناك مصدر ضوء من أي اتجاه، لأنه إذا كان هناك مصدر ضوء من اتجاه معين كان سينعكس على الاتجاه الآخر، وإنما هو ذاته الضوء، وهذا يعني أن النور حل وسط الظلام. ومن ناحية الطوق الذي حول عنق السيد المسيح بالكرة الأرضية لها رموز كبيرة. الطوق الذي حول عنقه يظهر وسطه نجمة داود باللون الأحمر، ومتفرع من النجمة فروع ورق العنب ورمز غصن الزيتون. فالنجمة الملونة باللون الأحمر ترمز إلى أن الذي صلب السيد المسيح هم أنفسهم اليهود، منهم فيهم. وفروع ورق العنب ترمز للكرمة الفداء، ورمز غصن الزيتون يرمز للخير. وهنا يقصد أن من اليهود القتلة يخرج رئيس السلام بالفداء والخير. ومن ناحية المثلث الذي داخله الكرة الأرضية الذي على صدره، فالمثلث يمثل الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. والمثلث نفسه من الداخل يمثل الله، والثلاثة أضلاع هم الآب والابن والروح القدس في الله الواحد. ومن ناحية الكرة الأرضية في هذا المكان بالخصوص على صدره، هنا يقصد أن العالم على صدر الله أو العالم مع الله. وبجانب الكرة الأرضية يخرج غصن زيتون وورق عنب، فغصن الزيتون يرمز للسلام، وورق العنب يرمز للفداء، والمقصود أن العالم مع الله في سلام وفداء. نرى السيد المسيح يرتدي ثوبا أزرق، ومن الواضح من الكسر الموجودة اللامعة على الثوب الأزرق أنها من نوع قماش الحرير، ومعروف أن الحرير كان من زي الملوك، واللون الأزرق يرمز للعظمة. وتحت الزي الأزرق من الواضح أن السيد المسيح يرتدي ثيابا بيضاء، وهذا يظهر في يده اليمنى الممسكة بالعصا، والثياب البيضاء ترمز للسلام. ومن ناحية أخرى يغطي الكتف الأيسر عباية حمراء ناصعة، ومن الواضح أنها سميكة الخامة وغالية الثمن، وترمز هذه العباية إلى الدم والفداء، وخامتها السميكة تشير إلى قوة الفداء وأهميته.